السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة اكلة جميلة جدا ومحبوبة قوي، وتحبي ان انت تجيبيها تعمليها في البيت احسن من المطاعم بكتير. ان شاء الله هعمل معاكم السمك البلطي بطريقة جميلة جدا وسهلة، وازاي يطلع معاكي مقرمش ولونه جميل جدا احلى من بتاع المطاعم بكتير. وشوية تريكات كده وحركات في قلب الرز البني بتاع السمك. خليكم معايا لاخر الفيديو وهنعرف الطريقة ازاي وكل اسرار آلية السمك، وازاي ان الزيت ما يتحرقش منك وانت بتقلي، وتحافظي على لون السمك لحد اخر واحدة. هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. معايا هنا 2 كيلو سمك بلطي، انا جبته ونضفته كويس. وهنا ببدأ اعمل فيه فتحات كده بالسكينة من الجنب، بحيث ان انا لما بعمل التتبيلة الفتحات دي بيدخل فيها التتبيلة، فبتدي طعم للحم بتاع السمك قوي، وبتخليها طعمها جميل جدا بصراحة. هنجهز هنا التتبيلة كده مع بعض. عندي هنا حوالي 5 فصوص توم و3 قرون شطة. عايزة تحطي فلفل ماشي، عايزة تحطي شطة ماشي، بس تكون حمراء لان الفلفل الاخضر بيسود مع مع تتبيلة السمك، فهو فلفل احمر بس. هحط هنا معلقة ملح ابيض ومعلقة كمون. وهنا بعد ما عملتهم في الكبة هنزل هنا بعصير ليمونة كاملة وبمعلقتين خل. هقلب المكونات دي كلها مع بعض كده، وبنزل هنا على السمك بتبله. بصوا ما شاء الله التتبيله ريحتها جميله جدا، اللهم بارك، ريحه الكمون والليمون ما شاء الله جميله قوي. وبصراحه بتخلي الطعم جميل جدا للسمك، ومعلقتين الخل دول بيخلوا السمك مقرمش كده وما بيكونش طري. عندي برضو هنا تركاية حلوة قوي في ساعة ما باجي اقلي السمك، بركنه شوية في التتبيلة اقل حاجة كده نص ساعة. بعد كده عندي هنا كوبايتين دقيق، وعندي هنا معلقة كمون، واحط هنا معلقتين نشا كبار، وعندي هنا طبق حاطه فيه كوبايتين ميه. انا هنا طبعا لازم لما باجي اقلي السمك، مهما تنفضيه من الدقيق اللي عليه بتيجي تقليه بتحس ان الزيت بيتحرق منك، علشان كمية الدقيق برضو بتبقى ايه لازقة في السمك. هنا يا دوبك بتتبليها في الدقيق وبتنزلي هنا في المية، يا دوبك تحطيها وتطلعيها على طول. هنا الزيت بيفضل نضيف لحد الاخر، اخر سمكة بتقليها، وما بيتحرقش منك. بصوا طريقة سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة. هنا كده بتنزلي كمية الدقيق الزايدة من السمك لما بتيجي تقليه. حاجة سهلة وبسيطة جدا وتركاية كده، دي من قلب المطعم كده بصراحة، جايبها لكم فبصراحة جميلة جدا. بصوا هنا السمك كده بعد ما حطيته يتقلي، اللون بتاعه اللهم بارك روعة، ومقرمش وشكله جميل والريحة بتاعته خطيرة. وهنا الفتحات اللي انا عاملاها في السمك دي بتقرمش كده وبتبقى لها طعم بصراحة. وانا بقلي السمك هنا قلت بقى ايه اعمل شوية الرز البني بتوع السمك. عندي هنا ربع كوباية زيت، وهنزل عليهم ببصلاية متقطعة قطع صغيرة، وبسيب البصلاية لحد ما توصل لدرجة اللون دي، علشان الرز يطلع معايا بني. ما تقوليش ان هي اتحرقت ولا اي حاجة، بيطلع روعة بصراحة. بنزل هنا بالرز عليها وحوالي 3 كوبايات مية، وبقلبه واحط عليه معلقة كمون ومعلقة ملح ابيض، مفيش اكتر من كده. وما بيبدأ يغلي بتهدي النار عليه خالص وتسيبيه يستوي مع نفسه. هنخلص بقى. بصوا هنا كمية السمك عاملة ازاي، اللهم بارك، اللون بتاعه روعة، اقسم بالله الريحة جميلة جدا ومقرمش وحاجة كده عسل. بعد ما تجربي الطريقة دي عمرك ما هتشتريه من بره تاني، ولا هتستسهلي ان انت تجيبيه من بره. هتحبي ان انت دايما تعمليه في البيت وتاكليه من عمايل ايديكي. بصراحة بيفرق كتير جدا. بصوا اللون عامل ازاي، رهيب بجد. اللون حكاية بصراحة، والريحة بتاعته روعة. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة عسل. يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي انا يوميات تيتا، ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني. بصوا هنا السمك بعد ما خلصت القلية بتاعته عامل ازاي،
والرز هنا كده اتشرب من المية اللي كانت عليه، وبدأ يستوي خلاص. ما شاء الله لونه روعة بجد، وريحته جميلة جدا ومفلفل، وحاجة كده قمر. طبعا الوجبة دي عشان تشتريها من المطعم من بره بمبلغ وقدره، ليه انت تجيبها غالية؟ ممكن تعمليها في البيت بأقل تكلفة. بصوا شوية رز كده عسل، حاجة كده روعة ما شاء الله، اللهم بارك. عسل مفلفل وريحته جميلة جدا. وهنا شوية سلطة كده بقى جنب السمك. بصوا هنا السمك شكله عامل ازاي، ومقرمش جدا بصراحة، وشكله روعة، وريحته كده جميلة. قلبه عامل ازاي، اللهم بارك. طبعا هو لسه طالع من الزيت سخن مولع، مش عارفه امسكه، طبعا بيدخن اهو. قلبه عامل ازاي ودايب بصراحه، دوب. ما شاء الله كده عسل. يا ريت تجربوا الوصفه دي بطريقتي، بصراحه هتعجبكم جدا. وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناه. وبحب اشكر كل متابعيني وحبايبي واخواتي اللي بيدعموني دايما بكومنتاتهم الجميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.